دي من اكتر الوصفات اللي بتطلب مني، وحرفيا من اسهل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في البيت، ونتيجتها كل مره بتبقى مبهره، ما تفرقوهاش عن اللي بنجيبه من السوبر ماركت. محتاجين لبن دسم، ويفضل من مكان موثوق ما يبقاش معلب. نضيف مكون اساسي لبن البودره كامل الدسم. اللبن البودره يديني قوام كريمي، بروتين اعلى، في نفس الوقت يخلي لي طعم نفس طعم الزبادي اللي بنجيبه من السوبر ماركت بالظبط. خلي اللبن يغلي لمده لا تقل عن 10 دقائق على نار هاديه، في عمليه اسمها التبخير، بنبخر فيها المواد الصلبه عشان يطلع لي زبادي اكتر، واسيبه يهدى لحد ما صوابعي تقدر تحمله كده لمده 10 ثواني، او لو بالارقام من 45 ل 50 درجه. هحضر خميره من الزبادي كنت عاملاها قبل كده، وشرط ان الزبادي يكون قوي ومتماسك. هكتب لكم المعايير بالظبط تحت في الكابشن. ادوبهم بس الاول بشويه لبن، وبعدين احطهم على كميه اللبن بتاعتي كلها، واقلبهم في بعض كويس، وابتدي اصب الزبادي في القوالب بتاعتي. اهم حاجه ان انا اغطيهم واحفظهم في مكان دافي لمده 6 ساعات تقريبا. بعد 6 ساعات ادخلهم التلاجة يسقعوا كويس قبل ما ابتدي ان انا اشتغل فيه. والخطوه دي هتسهل عليا كتير، ان انا اضرب الزبادي بالراحه كده بالويسك علشان يبقى كريمي، وانزل ميته اسرع. طبق وفوقيه مصفى، وفوقيه شاشه الجبن، احط كل الزبادي بتاعي. انا هنا استخدمت 2 كيلو بالظبط من الزبادي. هقفل على الزبادي بتاعي كويس، وادخله التلاجة ياخد له تقريبا من 4 ل 6 ساعات من غير ما اضغط، عشان الكميه كانت كبيره شويه. حسيت ان الطبق صغير عليهم، وان الجناب بتتصفى والقلب لا، فطلعتهم في نص المده. دخلت الجناب جوه، وطلعت القلب بره عشان كلهم يتصفوا زي بعض. رجعته التلاجة يكمل تصفيه، وكان خلاص الزبادي اليوناني جاهز عندي. ولو طولتوا عليه في التصفيه والقوام تقيل منكم، ممكن تخفوه بشويه من الشرش اللي احنا صفيناه منه. كانت النتيجه تقريبا 1200 جرام زبادي يوناني من 2000 جرام زبادي عادي. وهكتب لكم تحت شويه استخدامات للمصل اللبن. انجوي بقى بالزبادي، او ممكن كمان تعملوا بيه حلويات. وبس كده.